3 2 1 اكشن. بسم الله الرحيم. راح تكون بدايتنا اليوم هي ايش؟ سواليف تكنولوجية، بس انا راح اختصرها، حتكون سواليف تكنو. مايك شغال ايش بو. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يمسيكم بالخير وبالنور والسعادة والبركة ورمضان مبارك علينا جميعا، واتمنى ان شاء الله لي ولكم سعادة الدنيا والآخرة. عند اليوم برنامج جديد راح يكون جدا عفوي، وراح يكون سواليف تكنولوجية. ايش يعني سواليف تكنولوجية؟ يعني حاجيب مرة بطارية اتكلم عنها، وحاجيب مرة شاحن، مرة مثلا كاميرا، مرة سماعة، كمبيوتر، انظمة تشغيل من خبرتي انا اللي جربتها. ايش الاشياء اللي مثلا عندنا اليوم؟ بطاريات، او شركة انكر، اسمها انكر، ايوه صح، انا ما ادري اسمها كذا ولا لا، بس المهم انه شيء اسمها شركة انكر. راح نتكلم عنها باذن الله تعالى اليوم، واقول لكم كيف اشتريتها، وايش بحثت، وكيف اخترت الشركة هذه بالتحديد، يعني ليه وما ليش. سالفة طويلة يعني، حنختصر لكم يعني ان شاء الله في 10 دقائق. فاتمنى تكون ان شاء الله البرنامج هذا برنامج جميل وجيد ويعجبكم وتستمتعون فيه. واهم شيء لاستمرارية هالبرنامج هذا اكيد 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 هو ايش؟ هو دعمكم باللايك والاشتراك ونشر الحلقة هذه، علشان اتحمس معاكم في المرات الجاية واسوي لكم فيديوهات كثيرة جدا. بداية راح يكون عندنا راح اتكلم عن شركة انكر كالعادة، ما ادري اسمها انكر وبس. اشتريت لي انا بطارية بحجم 10,000 ملي امبير، وبرضو شريت لي القطعة هذه جميلة جدا صراحة. تريحك من الشواحن، شاحن للجلاكسي وشاحن للايفون وشاحن للسماعة وشاحن للواي فاي، الماي فاي. فيا ما شاء الله تبارك الله، يحتاج لك توصيلة لوحدك كذا تعلقها فهذه تريحك صراحة، بدال الزحمة قطعة واحدة تاخذها معك في كل مكان وانتهينا. تشبكها بسلك من هنا، بسلك كهرب يجي مع القطعة هذه، وتقدر تشبك فيها جميع المنافذ. وطبعا فيها شيء حلو، خاصية الاي كيو. خاصية الاي كيو فكرتها انها تعطي لكل جهاز حقه من الشحن. يعني مثلا جهازك ما يستحمل انه ينشحن بسرعة، فحيصير يشحن جهازك، مثلا جهازك النوت حيشحن لك الجهاز النوت شوي شوي، لانه هو يستحمل الشحن شوي شوي. الايفون مثلا يستحمل الشحن اللي هو يجيك بسرعة مرة، فانت ايش حيشحن لك جهازك بسرعة مرة. فاتوقع ان شاء الله تكون وضحت لكم الفكرة. يعني هي نفس تقريبا فكرة 220 و110 الافياش، فياش 220 او فياش 110 على حسب ما اتوقع كذا. القطعة جدا جميلة، يتوفر منها 4 واط و5 واط و6 واط. وبرضو سعرها رخيص، في منها لونين ابيض اسود. سعرها طبعا 90 ريال 80 ريال. متوفرة في كثير مواقع البوابة الرقمية، وفي تجار هناك تقدر تشتري منهم، وبالانستغرام في بائعين موثوقين، بس تأكد يعني قبل لا تشتري. فأنا أنصحك فيها والله، تريحك مرة، وأنا عن تجربتي مرة سريعة ومرة كويسة، وريحتني من الشواحن، من جد ريحتني من الشواحن. أوريكم كيف سلك آيفون وسلك بس هذا الله يعينك، حيصير عندك زحمة أسلاك. خلينا نجرب. تحط كذا، تشبكها، وهذا التوصيلة حقتها تحت، هذا الكهرب حقها، تحطها كذا. وعاد ايش تسوي؟ تجيب الايفون حقك ويشحن، او جوالك. طبعا انا ما ادري، احس انه في صوت طلع علينا، خرب علينا، شكلي بروح اطفيه وارجع. ثواني، عدنا من جديد بعد الازعاج اللي صار قبل شويه. المهم القطعه هذه خلصنا منها، طبعا كلها من قطعه من شركه انكر. القطعه هذه بشكل مختصر وبشكل بسيط تريحك من الشواحن. اذا انت عندك 5 جوالات او 5 اشياء تشحنها ب5 رؤوس شواحن يعني، هذه تريحك، ما تحتاج تاخذ 5 افياش، لا خلاص فيش واحد، وتريحك من كل الزحمة اللي عندك. الشيء الثاني، عندنا بنك الطاقة. ايش هو بنك الطاقة؟ بنك الطاقة هذا فكرته انك تشحن هالقطعة هذه بالكهرب، وتصير ايش؟ لا طلعت مثلا البر، طلعت تمشي، رحت الجامعة، رحت الدوام، رحت اي مكان، وجوالك قرب يطفى، تاخذه معاك وتشحن جوالك فيه بكل بساطة. طبعا اللي عندي انا حجمها 10,000 ملي امبير،
وفيها مدخلين يو اس بي، طبعا تدعم خاصية الاي كيو اللي قبل شوي تكلمنا عنها، اللي تعطي كل جهاز حقه من الشحن. وشيء جميل صراحة ايش هو، لو انت جوالك جالكسي او فئة الاندرويد بشكل عام، اللي هي تجيك الشاحن المايكرو يو اس بي، ما يحتاج اي سلك ثاني، فقط تشحنه من هنا في نفس سلك المايكرو يو اس بي اللي هو نفس هذا حق الجلاكسي حقك او حق النوت او حق السوني او ال جي. فبيريحك، مو مثل الايفون مدخله يختلف عن الجلاكسي وكذا، رأسه غريب فما تقدر تشحن. المهم ما لكم بكثرة الكلام، فتقدر تشحن جوالين عن طريق هالقطع هذه، او جوالك وجوال ومثلا اللي هو الهواوي الماي فاي حق ال 3G وال 4G. انا انصحكم فيها. كيف اشتريتها انا بعد لاني قبل فترة، قبل 4 سنوات تقريبا او 3 سنوات، شريت لي قطعة بنك الطاقة مكتوب عليها مكتوب انه ايش، حجمها 20,000 ملي امبير. طبعا خرط فاضي وللأسف نصب على العالم. كانت تشحن لي 2 مرات وتطفي، فطفشت منها، وحجمها مرة كبير، يعني حجمها يعني نفس هذه 2 مرات، وثقيلة. هذه بالعكس خفيفة، تقدر تحطها في جيبك، تقدر تحطها معك بالسيارة. أنا صراحة دائما أحطها بجيبي وأروح امشي، ما تأثر عليك ولا تطفشك ولا حاجة. طيب كيف تعرف انه ايش الحاجة المناسبة لك او ايش الشيء المناسب لك انت مثلا انا اخترت 10,000 ملي امبير. ليش اخترت 10,000 ملي امبير؟ لان جوالي انا الايفون حجم بطاريته كأنه 3000 او 2900، فانا هذا حتشحن الايفون حقي، هذا الايفون حقي 3000 ملي امبير، هذه 10,000 ملي امبير، حتشحن جوالي تقريبا 3 مرات ونص، 3 مرات تقريبا زي كذا. لو جوالك انت مثلا بطاريته 1000 امبير مثلا، ما انه ما ادري في بطاريات كذا ولا لا، فانت يصير ايش، تاخذ مثلا 5000 ملي امبير وسعرها رخيص تقريبا 120 ريال 70 ريال. انا هذه 10000 ملي امبير اخذتها ب 150 ريال، رخيص ولا لا؟ نقطة مهمة جدا عن البطاريات او بنوك الطاقة لازم تعرفها، اللي هو كثير منا انه ايش، يفكر انه بنك الطاقة خلاص، يعني انت تلعب بالجوال او انت مخلي الجوال يشحن وهو طافي انه حيشحن لك 3 مرات. لا، اذا انت جالس تلعب بالجوال وشابك على البطارية، حيكون استهلاك البطارية اكبر من هو طافي. الجوال جالس يشحن وهو طافي، اكيد بيكون فرق. يعني اذا انت جالس تلعب بالجوال وشابك البطارية حتخلص بسرعة، لانه في النهاية هذه فيها كمية طاقة بتخلص ترجع تعبيها مرة ثانية، مو كهرب يعني مستمرة الطاقة معك. إذا طفيت الجوال وخليته يشحن، البطارية بتعطيك وقت أطول، يعني ما يحتاج تشحنها كل شوية، لا، يحتاج تشحنها مرة واحدة فقط وتطفي الجوال وتشحنه، وحيعطيك 3 مرات شحن. أتمنى تكون وضحت لكم هالفكرة هذه أو المفهوم هذا عن البطاريات، لأنه بعض الناس يقول ضحكوا علي، أعطوني بطارية تخلص بسرعة. أنت يا صديقي جالس تستخدم البطارية غلط، فانتبه للنقطة هذه، ترى مرة مهمة. تصحيح: في بداية الفيديو قلت انه هالقطعة هذه يجي منها 3 انواع، 4 و5 و6 امبير. معلومة خاطئة، انا اسف. الصحيح انه يجي منها 25 واط، ويجي منها 40 واط، ويجي منها 60 واط. ايش الفرق منهم؟ سرعة الشحن. ال25 ابطأ، ال40 متوسط، ال60 سريعة بالشحن. هذه الفكرة حقتها، اتمنى تكون انتبهتوا لها، وانا اسف اكرر اعتذاري مرة ثانية. تقدر تدخل البوابة الرقمية، فيهم تجار جدا ممتازين ويبيعون لك اياها بشكل رخيص، او الانستغرام، بس حسابات موثوقة. هذا اللي كان عندي اليوم صراحة. البطاريات، بطارية انكر، والشاحن هذا ما ادري ايش اسمه صراحة. فقط اتمنى تكونوا استمتعتم بسواليف تكنولوجية، واذا عندكم اي سؤال او استفسار عن هالبطارية هذه والشاحن هذا، ابد عندكم سناب شات حقي اللي هو هذا، هو شوفوه هنا، تقدر تضيفوني، او على الانستغرام او التويتر، كلهم نفس اليوزر TAI5EER. ادري ان ال5 يقولونها حرف خاء، بس اني عاد ايش اسوي، ما سويته. لا تنسوني من دعواتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.